يا ترى مين النجم اللي مع شادي النهارده؟ هنعرف حالا في شادي والنجوم مع شادي محمد على راديو في السكة. مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. النهارده هيكون معاكم شادي في برنامج شادي والنجوم ابتداء من الساعة 6 للساعة 7. عايز اقول لكم النهارده معانا فنان كبير جدا، بس هو في نظر الناس من فترة كبيرة هو لسه شاب. تخرج من معهد السينما قسم اخراج، تزوج من الفنانة نسرين، اكتشفه يوسف شاهين ودخل مباشرة لأدوار البطولة. أخرج فيلما شابا اسمه على كف عفريت عام 1990. وغير طبعا ان هو فاجئ الوسط الفني باعتزاله، وكمان زوجته الممثلة نسرين اعتزلوا الفن. بعد كده إلا ان قرر ان هو يرجع مرة اخرى للمجال الفني من خلال فيلم الخطاب الاخير عام 2013، وذلك بعد اعتزال دام 23 عام. خلينا نرحب بالفنان محسن محي الدين، بس نروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. هتسمع احلى واجدد الاغاني اللي تسلطنك وتعدل مزاجك، وكمان انت اللي هتختار الاغنية اللي عايز تسمعها مع هديل عبد العزيز في على المزاج، يوم السبت من الساعة 6 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. أنا لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك. أنا أكيد بنمر بمواقف كتير في حياتنا، وأكيد برضو عدينا بقصص وتعلمنا منها كتير. بس لو عايز تعرف حواديت أكتر وتعرف حكم تتعلم منها أكتر، اسمع حكمة في حدوتة مع وردة إبراهيم يوم الحد من الساعة 7 للساعة 8 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. نسمع بقى حاجة جديدة. يا سلام. يا سلام. بعد إذنك ثانية واحدة. أيام زمان، يا سلام على أيام زمان. تصدقوا أيام زمان بجد كانت جميلة قوي. الناس كانت هادية وذوق وشيك، عكس تماما اللي بيحصل دلوقتي. بس في ناس برضو بتحب الأيام دي أكتر من زمان. هنعرف الفرق مع عبير مهران يوم الثلاث من الساعة 10:30 للساعة 11 بالليل على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. الستات والرجالة بينهم اختلافات كتيرة جدا، ولا هو عاجبها ولا هي عاجباه، بس برضو فيهم حاجات مشتركة. هنتعرف على كل ده في هو وهي مع دينا محمد وشادي محمد يوم الثلاث من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. أول هو ده سيد البيت. الأولى هي ده الاتيكيت، قالك مساواة قلنا له يا ريت، أصل التفرقة مش طبيعية. ورجعنا لكم تاني مع شادي محمد في شادي والنجوم على راديو في السكة. ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين معاكم. خلينا بقى نرحب بالنجم الكبير الفنان محسن محي الدين. اهلا وسهلا بيك يا فنان. ازاي حضرتك؟ في البدايه انا عايز ان انا اقول لحضرتك ان انا سعيد جدا جدا طبعا، وشرف كبير ليا انا كشادي شخصيا ان حضرتك متواجد معانا النهارده. يا سيدي انا اللي سعيد ان انا قاعد مع شويه شباب جمال بيعملوا حاجات حلوه. ربنا يخليك يا فنان. كمان بقى انا عايز اعبر كمان عن فرح الجروب الكامل عندنا في راديو في السكه.
ان حضرتك متواجد معانا النهارده، والاحتفال الكبير قوي اللي هم مبسوطين جدا جدا ان حضرتك موجود معانا النهارده. شرف ليا شخصيا ان انا بعمل مع حضرتك لقاء، وكمان شرف للراديو ان حضرتك شرفتنا معانا ان شاء الله. وشرف ليا ان انا التقي بالمستمعين. الله يخليك يا فنان. يعني انت فين فتره كبيره قوي، انت اختفيت ليه؟ سؤال كده نخش في الموضوع، اختفيت ليه مره واحده ايه؟ مره واحده. يعني هو كان سنه 90. كان بدات حرب الخليج. تمام. وانا كان عندي فيلم اسمه شباب على كف عفريت، كان انتاجي واخراجي وكده، وكان عملته بشكل مختلف. يعني ما خدتش صرف التوزيع، ما رحتش للموزع وبعته، لا انا اللي كنت متحكم في الفيلم. فانتجته تمام ووزعته. فكان بالنسبه للموزعين الكبار اللي موجودين ان ده حاجه جديده، خطر. لو نجحت التجربه دي هتتعمم، ولو اتعممت يبقى هم مش هينجحوا او مش هيكسبوا. ليه؟ لان كل فنان هيحاول يعمل نفس الموضوع. تمام. وكان الوقت ده كان النجم الاوحد هو اللي بيبقى هو السيد في الفتره دي. تمام. يعني هتلاقي مثلا مدام نادية الجندي، مدام نبيلة عبيد، يعني هم الستارز اللي موجودين في الوقت ده. وكان في الفترة دي بيعتمد دايما على النجم الشباك، مش الشباب. فأنا عملت تجربة شباب، كلها شباب، مش نجوم شباك، وأنتجته ووزعته. وجم بقى حبوا إن هم يفشلوا الموضوع ده، لأن أنا هحتاج لهم إن أنا أنزل في الداخلي هم المتحكمين في السينمات، فلازم أروح للموزعين علشان خاطر ينزلوا الفيلم في السينمات. تمام. فطبعا سابوني سنة منزلش، وبعدين جم في وقت اوت اوف سيزون، يعني السيزون مش كويس، يعني ما فيهوش جمهور. كنا في ساعتها في كاس افريقيا، وبعدين داخلين كاس العالم، ورمضان دخل بعد 6 أسابيع، حاجه تشد اي انتباه اخر السنه، فما حدش بيروح في السينمات. تمام. وكان طبعا النجوم الشباك كانوا موجودين برضو في الوقت ده نازلين، وكان في فيلم الأراجوز طبعا فيلم الأستاذ عمر الشريف. وجم قالوا لي هتنزل في الوقت ده. طبعا الوقت ده بالنسبة لي أنا بالورقة والقلم بيقول إن أنا هنزل الفيلم مش هيجيب قش. تمام. والتجربة هتفشل. فلجأت لله سبحانه وتعالى، عملت استخارة، ربنا برد قلبي على الميعاد، وتوكلت على الله ونزلت. اتاري الوقت ده اللي هو كان كله من وجهة نظري انه ضدي بقى لصالحي. كان الفيلم نزل بقى العرض الاول في السوق، هو الايرادات العالية في الافلام كلها. جيت بعد النجاح الفيلم في الوقت الصغير ده قلت يا سلام لو الفيلم ده نزل في الصيف. تمام. كان هيعمل حاجة كويسة قوي. قامت حرب الخليج. لما قامت حرب الخليج السينما وقفت 10 سنين تقريبا. ففي الفترة دي أنا كنت محضر بقى لأفلام تانية وبتاع، وبعدين قلت الله النجاح ده مش أنا السبب فيه، لأن لما لجأت لله سبحانه وتعالى ربنا أكرمني بأنه ألحق ألم فلوسي قبل ما الدنيا تتطربق، والموزعين الكبار اللي كانوا عايزين يوقعوا الفيلم هم اللي وقعوا، لأن طبعا كان عندهم نسبة أفلام عالية كتير مستنيين ينزلوها في الصيف، لان هو بالنسبه لهم هو ده السيزون يعني. تمام. فسبحان الله الدنيا اتطبقت بقى. انا شفت بقى في ناس بتعلى وفي ناس بتنزل وفي ناس بتطلع قلت الموضوع بقى لازم الواحد يتعرف على الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب. رحت بقى يعني حجيت وكده، وابتديت ابص بمنظور تاني خالص. يعني قلت لا لازم اقعد اقرا وافهم ايه المطلوب مني. طيب يعني افهم من كده، انا سمعت ان حضرتك تراجعت عن بعض الاعمال، او عدت التفكير تاني على بعد الحج على بعض الاعمال اللي حضرتك عملتها قبل كده. لا بص في ناس بتيجي تقول انا اللي فات كله انا متبرئ منه. احنا فعلا سمعنا كده. لا هم يعني بيتقال كده، هم قالوا كده. بص التوبة حاجة، التوبة دي بمعناها ايه؟ التوبة دي مش معناها بس فن. تمام. لا او بتاع، لا انت تتوب
انك انت مش على الطريق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى محدده. مم. طريقه الحياه كامله، تمام. مش بس اعمال، لا طريقه حياه كامله. انت عايش بطريقه معينه اكتشفت انها مش دي اللي حبيبها ربنا سبحانه وتعالى، فبترجع عنها بانك انت هتمشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى تمام. محدده. تمام. الفن مش حرام مطلق، مفيش حاجه في المهن كلها حرام مطلق. حرام مطلق. الحرام احنا اللي بنعمله، صح. انت اللي بتخلي المهنه فيها حرام او حلال. مم. ازاي؟ التناول هو اللي يحلل او يحرم. التناول هو اللي التناول يحلل او يحرم. او يحرم. بمعنى تمام. سكينه، السكينه دي يا ممكن تقتل بيها، ممكن تاكل بيها. ممكن تاكل بيها، تمام. ممكن كمان لما تذبح بيها حاجه تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على صح. الطريقه اللي ربنا محددها. صح. فاهم؟ مم. يبقى اذا كل شيء، الكوبايه ممكن تحط فيها ميه تحط فيها سم. وتحط فيها سم، تحط فيها خمره، تحط فيها زي ما انت عايز تحط. مش تمام. كده؟ لا صح. ممكن تحط الميه وشويه خمره عليها. بالظبط. صح. مش صح. كده؟ وممكن تبقى مثلا يعني نسبة الشيء اللي انت بتعمله لازم تفكر، بالذات المهن اللي هي بتخاطب العقل، تمام. ازاي تفيد الناس مم. ما تضرهمش. خلاص. مم. وعلشان تفيدهم مش بوجهة نظرك، لا لازم تتعلم اللي خلقنا كلنا وعمل الدنيا دي كلها، عمل لها قواعد وعمل لها سيستم، قانون. وعمل لها ايه اللي يفيدك وايه اللي يضرك. فبتبتدي انت تتعلم الكلام ده، فبتبتدي توصل. زي مثلا انت بتشتري عربيه، العربيه ملكك بالظبط. لكن هل من حقك انك تتصرف فيها زي ما انت عاوز؟ تشيل الزيت وتحط بداله ميه؟ لا طبعا، هو في قوانين عشان مين اللي العربيه عملها؟ تمشي. مين اللي عملها؟ اللي صنعها. اللي صنعها. عشان تحافظ عليها انت لازم لازم تتعلم تمشي على تتعلم مم. ازاي تحافظ على الصنعه. بالظبط. مش كده برضو؟ صح. فتبقى انت ما بتبوظهاش. م-م. احنا برضو كده، احنا صنع الله سبحانه وتعالى، خلقه، ونعم بالله. عارف ايه اللي بيضرنا وايه اللي بيفيدنا. تمام. فانت لما تتعلم ازاي تفيد مم. تبقى انت مظبوط على التراك. لكن لو انت مشيت بوجهة نظرك في شيء انت ما صنعتوش، يبقى انت اكيد بتبوظه. صح. جا؟ صح. طيب عايز اقول لحضرتك، كلمنا عن فيلم خيط ضعيف. خيط ضعيف. على فكره الفيلم ده بس انت قلت في المقدمه حاجتين. تمام. قلت ان انا توقفت، انا ما توقفتش، انا فهمت ايه المطلوب مني. تمام. فابتديت اتعامل بموهبتي على ان انا افيد الناس بالزبط. اكتر من اللي انا عملته قبل كده. وظفت موهبتك لافاده الناس. بالظبط كده. تمام. ازاي؟ ابتديت انا اتجه لاتجاه. كان ابني بيتفرج على كرتون، فقعدت اتفرج على الكرتون ده، لقيته كله ايه يعني سم كده محطوط في العسل. فقلت لا لازم اعمل كرتون للاطفال، وبالذات ان انا في فتره كده كان التلفزيون، انا بدات في الاطفال في التلفزيون، وشفت ازاي بيتقدم حاجات للاطفال، وكان شيء جميل. وبعد كده انقطع الاعمال للاطفال، وابتدينا احنا نستورد كل الحاجات اللي من خارج اللي هي مش بتاعتنا. تمام. وابتدينا عشان نسد فراغ للطفل بس، لكن ما مليناهوش عقله، وملينا عقله باللي بيتعلمه من الخارج، مش من اصلنا يعني. بالظبط. فابتديت اعمل كرتون للاطفال. احنا يعني الكرتون كان بيصدر الثقافه الاجنبيه للعرب. بالظبط كده. فابتديت اعمل كرتون للاطفال. تمام. وفي الفتره دي اتجهت للاتجاه ده. طب ايه اكتر يعني كرتون حضرتك عملته سمع مع الناس؟ كنت عامل حاجه اسمها يوميات عبد الله. تمام. يوميات عبد الله دي كانت عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، تعليم الاولاد السنه بس بطريقه كرتونيه. بمعنى ان ما بقولش الاب والام انت تعمل وما تعملش ده مش كرتون. الفكره اللي كانت في البرنامج انه الاشياء بتشهد علينا اذا كنا بنطبق السنه ولا لا. فالطفل بقى بيتعامل مع الاشياء، الاتوبيس، المرايه، اللعب بتاعته، الحاجات اللي هي العصفوره، الكلام ده كله. تمام. فبيبتدي يتعلم من الاشياء معرفه تطبيق السنه.
فبقى في كرتون. يعني مثلا كان في حلقه من الحلقات ولدين قاعدين بيلعبوا بالاتاري، وانت عارف لما الاطفال بيلعبوا لما الجرس بيضرب محدش بيقوم من المكان بتاعه يفتح. طبعا. فالحكم اللي جوه اللعبه عمال يقول وعبد الله رمى الكوره جاب 2 معرفش ايه جول، الجرس ضرب، بيقول لهم الجرس ضرب، وبيخرج لهم من الشاشه ويقول لهم الجرس ضرب نوقف اللعب. فبيوقفوا اللعب ويروح. الولد المغلوب قعد يفكر عايز يغلب، فابتدى يلعب في السكور. فطلع له الحكم من جوه اللعبه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا عايز اغلب عبد الله. قال له لا. طلع له الحكم من جوه اللعبه. قال له لا، انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لي الصلاة والسلام فليس منا. الغش بيبدا منين؟ من اللعبه. صح. وبعد كده بيكبر معاك. بعد كده بتكتشف ان هو طالما هي كانت لعبه وضحكت انت عليها وعجبتك بتنمو معاك لحد بعد كده بتبقى فهلوه، ذكاء، ما بقاش غش. يعني بقينا بنسميه مسميات اخرى. فتعالى نرجع من اللعبه نقول لا، لما نيجي نلعب هي دي البدايه. هي دي البدايه. ما انت النهارده لو احنا بنلعب انا وانت كوتشينه مثلا وغشيتك يبقى انا كده، بس انا بضحك لما تعدي عليك، بضحك وانبسط وبتعجبني. المره الجايه هعمل اللي اكبر منها. بالظبط، هتكبر معايا بقى. هي اي حاجه بتبتدي زرعه صغننه كده اللي هي الحبايه، وبعد كده بتنمو تنمو 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 من غير ما نيجي نقومها. بالظبط. فهو الفكره كانت هنا انك انت تعالى نرجع تاني للعبه، نلعب بثقه وبدون غش ونتعلم ازاي نكسب من غير ما يبقى فيه ووصلت رساله. بالظبط كده. هي كانت عباره عن حاجات كده 5 دقائق. ما هو يعني شوف هي الفكره جت منين؟ مش اب وام واعمل ما تعملش ما اعرفش ايه، لا، جت من اللعبه اللي هو اصلا كل وقت بيمارسها. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا اليومين دول للاسف الشديد احنا ما بنوصلش فكره، لا، ولا بنوصل مضمون، احنا بنوصل شكل بس. ايوه، احنا بنتاجر. بالظبط. مش ماسكين وجهه النظر. يعني انا مثلا كان في سنه من السنين يعني بدايه قنوات الفضائيه المصريه، كان في واحد ماسكها، فقالوا لي احنا عرفنا انك انت في الفتره دي تمام انك بتعمل كرتون وعامل سوكسي في بره في العالم كله، عامل، لان كانوا الكبار بقى بيتفرجوا عليه قبل الصغيرين. طبعا. وكان عامل يعني الاحصائيه بتاعته 4 من 5، يعني حاجه كبيره يعني. المهم، وعملت حاجات برضو كده خدت جوائز في مهرجانات، جايزه ذهبيه وكده، بس كله للخارج، مش لهنا يعني. فلما ابتدوا يعملوا هنا قنوات فضائيه للطفل، بعتوا لي قالوا لي احنا عرفنا انك بتعمل كرتون الاطفال، ففرج لنا حاجه. طب احنا يعني حضرتك شايف ان في مشكله عندنا في البلد؟ انا هقول لك اهو، بص المشكله فين. تمام، اتفضل. لما عرضت له قال لي بس احنا نقول للاطفال انتوا عايشين غلط. قلت له طب ما وظيفه الاعلام ايه؟ الاعلام بيصحح لي طريقه حياتي. بالظبط. فقال لي لا، احنا في زمن الهمبرجر، عايزين سوسو توتو فوفو. ايوه خلاص، هي بقت تجاره للاسف الشديد. فقلت له اسف، انا ما بعملش همبرجر. فاهم؟ هي دي النقطه بالظبط. هل هو الموضوع بقى تجاره بالظبط. الفن ترفيه، ولكن ترفيه من غير مضمون، من غير ما تعلمني حاجه، من غير بتاع، يبقى مش مظبوط. لازم يبقى فيه العناصر كلها مكتمله مع بعضها. صح. يعني احنا ما نفصلش، لانك انت المهنه اللي بتخاطب العقل اخطر مهنه. لما بتبيع جبنه فاسده بتاثر في 1 ولا 2 ولا 3، لكن لما بتبيع فكر فاسد بتاذي كام بقى؟ 1 كتير جدا. كتير جدا. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته، راجعين تاني. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ اسئله كتير بنسالها لنفسنا، ساعات بنلاقي لها اجابه وساعات ما بنلاقيش.
وكلها بتبدأ بكلمة واحدة: ليه؟ ليه الكرة الأرضية مدورة؟ ليه لما بنيجي بنجري لقدام مش لورا؟ وليه خسرنا كأس الأمم؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها وأكتر من كده كمان في برنامجكم ليه؟ مع إسلام محمد يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. شروق هتقعد معانا وتقول لنا ايه اخر الاخبار اللي موجوده اللي احنا مش عارفينها، وكمان هتقول لنا على المشاكل اللي بنواجهها وهنحلها مع بعض. كل ده في ربع ساعه بس. ربع ساعه مع شروق يوم الاثنين الساعه 6 مساء على راديو في السكه. راديو في السكه ده مش مجرد راديو، ده حياه. هكونا ماتانا حكمة نغمها لذيذ. هكونا ماتاتا ارمي المري اللي يغيظ. انساه المستقبل اديه كل التركيز. هذا هو البهريز الفلسفي. هكونا ماتانا. أطفالنا هم سر حياتنا، وعلشان نعلمهم صح بنقدم لهم المعلومة في صورة حكاية صغيرة. هنسمع حكايات جديدة جدا في حكاية تيمون مع إيمان السيد يوم الثلاث من الساعة 6:30 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. بتموت في قصص الرعب؟ بتحب الألغاز اللي تحيرك وتخوفك في نفس الوقت؟ نفسك تسمع قصص خيالية وحقيقية كمان؟ مين اللي هتقعد تستناه علشان تسمع كل الكلام ده؟ محمد جويلي في المحكمة يوم السبت من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، ساعة كاملة هتترعب فيها على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. بتحبوا تسمعوا أغاني أجنبية؟ بتموتوا وترقصوا على أغاني بيونسي وشاكيرا؟ هتسمعوا كتير وترقصوا أكتر في دانس وجينا مع جينا سام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع شادي محمد في شادي والنجوم على راديو في السكة. ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين مع الفنان محسن محي الدين. طب يا فنان، كلمنا عن فيلم خيط ضعيف. اتكلمنا عن الفيلم انا عارف ان هو كان بينبذ التعصب. طبعا هو احنا كنا في فترة طبعا ده قبل حكاية الخطاب الأخير اللي انت جيت اتكلمت فيه ان انا راجع فيه. ده دليل على ان انا كنت موجود بس بعمل حاجات معينة يعني بالظبط. يعني ده كان قبل الثورة وكنت بعمله. عجبني الفكرة اللي كان قدمها الأستاذ محمد زاهر. هو فنان تشكيلي واتحمس للفكرة ان كان طبعا عندنا أزمة ما بين المسيحيين والمسلمين. تعصب، الشيء تعصب، فأنا ضد ده. ولأن ديننا عمره ما بيقول في إحساس بالتعصب، بالعكس، أو إن إحنا بنرفض الآخر. يعني ديننا جميل جدا، بيدي حقوق للآخرين حتى لو كانوا مش على دينك، ليهم حقوق، بالذات اللي هم أهل كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه أفضل الصلاة والسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا. معناها إيه؟ حقوقهم زي حقوقنا،
وكمان الواجبات اللي عليهم زي الواجبات اللي علينا بالظبط. يعني احنا لينا حقوق مع بعضينا، تعايش بمعنى صح. وعمر ما ديننا ابدا بيخلي الاخر او يفرض على الاخر انه يغير عقيدته. يعني بالعكس، اذا هو خدها بالعقل هو حر، ده شيء جميل. يعني اذا تمسك هو حر، بس لازم يبقى في علاقه الانسانيه، لان هو خلق الله سبحانه وتعالى، واحنا المفروض نحب كل ما هو خلق الله سبحانه وتعالى، سواء بقى حيوان، سواء انسان، سواء على ملتك مش على ملتك، ما بيعبدش حاجه خالص. انت بتتعامل معاه على انه خلق من خلق الله، لان الله سبحانه وتعالى خلقه وبيأكله وبيشربه ومعيشه وبيديله. فاذا كان هو اللي خلقه بيعطيه، انت ازاي ما تعطوش؟ يعني ازاي ما يبقاش فيه تمام؟ ونعم بالله. فاحنا ديننا عباره عن حقوق، واللي يفهم غير كده يبقى مش مظبوط، لان ديننا عباره عن اعطي لكل ذي حق حقه. الله سبحانه وتعالى له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق، عليه افضل الصلاه والجار والسلام له حق، والزوجه وليها حق، والاولاد لهم حقوق، والاب والام لهم حقوق، والمسكين له حق، وابن السبيل له حق، والفقير له حق، والمجتمع له حق، والبيئه ليها حق، والحيوان له حق. كل حاجه تعرف ايه حقوقها وتديها بالظبط، لان ربنا سبحانه وتعالى امنك على كل الحقوق. تمام صح. فانت لما بتاكل حق، حتى انت نفسك ان لبدنك عليك حق، فاول ما تاكل حق بدنك هتاكل بقيه الحقوق كلها. يعني اول ما تيجي على نفسك خلاص هتيجي على الكل. فغير كده يبقى انت مش فاهم الدين. صح. ومعنى انك انت لما يبقى له كل اللي خلقه ربنا له حق عليك، فانت بتتعامل معاه بالشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه. لا قالك بقى تقتله، ولا قالك انك ترفضه، او انك طالما هو مش تنبذه يعني باي شكل من الاشكال. لا، انت تتعامل معاه، تاكل معاه، تشربه، تاكله، تتعامل معاه انسانيا برحمه. احنا كده بنتكلم عن فكره الدين الحسن، ان الدين رحمه وموده، وبالذات الدين الاسلامي كمان رحمه وموده وتواصل هو كده بكل ود. بالظبط كده. عشان كده ربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم. ما قالش بسم الله المنتقم، لا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. صح. فالمطلوب منك انك تبقى لطيف، انك تبقى سلام، انك تبقى مؤمن، انك تبقى شكور، انك تبقى كل الحاجات اللطيفه المفروض الانسان يبقى فيها، تبقى معبر عن دينك. بالظبط كده. فلما تتعلم الحقوق يبقى كمان انت كمان كمهنتك لازم تحاسب على ان كفنان انك بتخاطب العقل، فلازم تخاطب العقل بالشكل اللي هو يخليك انسان، والشكل يتقبله. بالظبط كده. تمام. طيب عايزين نتكلم عن مسلسل المرافعه. فاحنا بنتكلم على لسه على الفيلم. طيب الفيلم كان قبل ما نتكلم عن المرافعه نرجع للفيلم. الخيط الضعيف. الخيط الضعيف كان بيتكلم على ان احنا لازم نتعامل مع بعض كبني ادمين انسانيا ما بيننا وبين بعض. في تقارب في يعني هتلاقي كده اليهوديه والمسيحيه والاسلام تقارب في الرساله. هي الاوامر واحده. تقارب في الرساله. انما يعني ممكن المفاهيم تبقى مختلفه، فانت بناء على هذا الاختلاف انت بتتعامل معاه على انه بني ادم، مش لازم يبقى وخصوصا ان انا اتربيت في شبرا، وشبرا دي كانت كلها البيت الواحد فيه مسيحيين ومسلمين، وكنت بشوف والدتي مثلا جارتنا المسيحيه تنده لها علشان خاطر بنتها عيانه. وزمان ما كانش فيه مسيحي ومسلم، كان فيه مصري. بص المساله، جارتنا المسيحيه كانت تنده والدتي اللي هي عشان بنتها عيانه عشان تقرا لها قران. يعني شوف خلي بالك التركيبه، مدى الحب بينهم. ان مفيش حاجه اسمها انت مسيحي وانا مسلم، مفيش الكلام ده، احنا مصريين. اللي حصل ده كل ما بيزداد الجهل كل ما بيزداد التعصب. بالظبط صح. فاحنا دلوقتي في الجهل،
عشان كده بقى في التعصب بطريقه شديده جدا. لا وبعدين يا فنان في ناس بتغذي الفكره. ما هو الناس بتغذي الفكره ليه؟ عشان احنا ما بنقراش. بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى اول ايه نزلت على سيدنا محمد ايه؟ عليه الصلاه والسلام. اقرا. ما قالوش اسمع. احنا دلوقتي بنسمع، كل الناس دلوقتي بنسمع لبعض الشيوخ اللي موجودين، وباخد منه السمع بمفهومي انا، ممكن يكون هو مش ده اللي قصده، بجهلي انا، وما دورتش وراه وما قريتش بقى، يعني مدني. هو لما بسمع هو بيديني السكه ان انا اقرا، مش بسمع واخد منه وطبق عمياني. لان حتى ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ الذين يستمعون الى القول فيتبعون احسنه. معناه ايه يعني يتبعون احسنه؟ يعني لازم يقعد يفكر. انا بسمع حلو ووحش زي ما بيقول لك استفتي قلبك. حلو. امتى استفتي قلبي؟ لما يبقى بص القلب ده عامل زي الديسك بتاع الكمبيوتر كده، لو دخله فيروس يبقى البرمجه اللي هو في الكمبيوتر كلها باظت. عشان خاطر تستفتي قلبك لازم تشيل الفيروس عشان المعلومات كلها ايه تبقى واضحه، تبقى موجوده عندك. الفيروس اللي احنا فيه ده اللي احنا بنتكلم عنه الجهل. لا مش بس جهل. ربنا بيقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده اللي هو الفيروس اللي مخلي المعلومات جوه عندك مش مظبوط. عشان كده بتروح تسأل يا جماعة ده حرام ولا حلال، ده حرام ولا، بتدور على حد كمان لما حد قال لك ده حرام تروح تدور على حد يقول لك حلال. يعني انت مش عارف، انت عايز تمشي ورا هوا نفسك ويدي لك حد استفتاء انك تعمل الكلام ده من غير ما ضميرك يوجعك مثلا يعني. بالظبط. لكن هو علشان انت تبقى بتعرف تستفتي قلبك لازم تقعد تشيل الران الاول اللي على قلبك او الفيروس اللي موجود على قلبك، عشان البرمجه او المعلومات اللي تبقى واضحه انك تعرف الحلال مبين والحرام مبين. لازم تشيل الاول الذنوب اللي موجوده. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللي اكتسبوا الذنوب اللي احنا اكتسبناها سواء بننم ولا بنختاب ولا ايا كان نوع الذنب. ايا كان نوع الذنب. لا ما احنا ماشيين عمالين ننام على بعض او ندور على فضايح بعض او ندور على يعني نقط الضعف في كل واحد. تمام. ما بتبصش على نفسك، بتبص على غيرك. ايه اللي ناقص في غيرك، ما بتبصش على ايه اللي ناقص جواك. مع انك انت مش مطلوب انك تبص على الاخر، انت مطلوب تبص على نفسك. حسن من نفسك. بالظبط كده. فانت بتكتسب ذنوب كل يوم، لازم تستغفر وتتوب هنا بقى من الحاجات اللي بتكتسبها كل يوم، عشان لما تيجي تستفتي قلبك في شيء قلبك يقول لك ايه اللي يجي لك الاستفتاء الصح. بالظبط كده. لكن احنا بنتكلم بقى على انك انت اللي بتسمعه، انت بتسمع حاجات بتضلك وحاجات بتهديك وحاجات بذيئه وحاجات كويسه وحاجات خبيثه وحاجات بتسمع على طول. ودنك دي بتشيل كل حاجه. تمام. فعلشان الذين يستمعون الى القول فيتبعون احسنه، يتبعون احسنه يعني لازم يغربل اللي بيسمعه عشان يطلع ايه كويس ويبتدي يتبعه. فلما عشان يقدر يغربل لازم يقرا علشان يبقى عنده حاجه يقول لا ده صح دي غلط. خلاص. لكن اللي يسمع بس كده ويمشي ورا اللي بيسمعه من غير ما يقعد يغربل، لا هو خد الكويس والوحش وبتاعه وبقى عنده عقيده قفل على هذا الفكر من غير ما يصححه. فربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نقرا علشان نتعلم، نقوم نفكر، نقوم نغربل، نعرف ايه الصح وايه الغلط. لكن احنا ما بنقراش للاسف شديد. بالظبط كده. فكل واحد على حسب مفهومه وعلى حسب جهده بيقول، وكله بقى بعد. عشان كده احنا اتقسمنا. هتلاقي ان المسلم بقى مجزأ، بقى له افكار مختلفه كتير، مع ان هي التوحيد هو حاجه هو الاساس واحدة. هو الاساس هو التوحيد ده فكره واحده.
انك انت ايه اساس الدين؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. بس هي دي. ومكارم الاخلاق معناها ايه؟ معناها ان اعطي لكل ذي حق حقه، لان لما تدي كل ذي حق حقه تبقى عندك عدل. انما اول ما تديش لحد، وده الامتحان الاساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتحننا فيه كلنا، انت عندك عدل ولا ما عندكش؟ خلاص. فهي انك تقيم العدل مع الاخر، مع اللي حواليك. يعني انت مثلا صاحب شركه، انت عندك موظفين، يا ترى هتعدل بينهم ولا لا؟ يا ترى هتعدل ما بين اولادك ولا لا؟ هتعدل ما بين امك ومراتك ولا لا؟ هتعدل ما بين ابوك وحماك ولا لا؟ هتعدل ما بين اخواتك ولا لا؟ هتعدل ما بين الجيران والا ما كانوش قالوا العدل اساس الملك. بالظبط. يبقى الدين بتاعنا هو ايه؟ الامتحان الاساسي فيه العدل. صح كده. طيب كده احنا خلصنا فيلم خيط ضعيف. ايوه. خلينا بقى نخش على مسلسل المرافعه. كويس. كلمنا بقى عن التجربه وكلمنا عن الاحداث اللي حصلت معاك في المسلسل، خصوصا ان انت دي كانت يعني انت حاجه كده اوريدي معلم اصلا مع الناس. الله يخليك. والناس شايفاك لحد دلوقتي ان انت شاب زي ما انت في نظرهم ما كبرتش ولا اي حاجه خالص، وانت الجان برضو بتاع البنات اللي فتى احلامهم. كلمنا كده عن المسلسل. لا خالص. لا خالص. لا بص، هو طبعا ايه، انا اللي عجبني في الشخصيه اللي هي في مرافعه ان في كتير قوي مننا بيتدين من غير ما يطهر قلبه من المشاكل النفسيه اللي هو بيبقى عايش فيها. يعني قابيل وهابيل، ولاد سيدنا ادم، ولاد نبي، الاثنين كان في قابيل وهابيل. قابيل كان عنده مشاكل نفسيه من ناحيه هابيل. كان عنده احساسه بانه هابيل ده مفضل من ابوه، وهو عاوز ياخد منه كل حاجه، وانه يبقى متميز عليه، وعنده مشكله. فلما قدموا قربان لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى تقبل القربان من هابيل وما تقبلوش من قابيل، لان قابيل قدم اوحش حاجه عنده، وهابيل قدم احلى حاجه عنده. فلما تقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل القربان بتاعه، ايه اللي حصل لقابيل؟ حسده، وبقى عنده احساسه بانه هو واخد اهتمام ابوه، ولان هو ولد بار بابوه وولد متدين وكده. وهو كان يعني زي ما بنقول ايه، متمرد يعني. فابتدى يحسده لمرحله انه وصل انه يقتله عشان يخلص منه، يبقى هو متفرد. تمام. فاحنا عندنا المشكله دي دايما كلنا ما بيننا وبين بعضينا. فاحيانا الانسان ممكن يتجه انه يتدين بشكل انه يبقى يعني ايه، متميز. فكانت الشخصيه كده، شخصيه اتنين اخين. الاخين دول الاصغر هو مفضل عند ابوه، ودايما هو اللي في ايده الاشياء، وهو اللي بيحرك الامور. والكبير لما ما لقاش نفسه اتجه للناحيه الدينيه بشكل من غير، مع انه هو جواه في صراع ما بينه وما بين اخوه نفسي. لكن حتى التدين بتاعه ما خلوش يبقى يتخلص من الصراع الداخلي اللي جواه. فابتدى يبقى عنده افكار يرفض اشياء في اخوه ويعملها. يبقى متزمت، يبقى يعني حاجات التركيبه اللي هي. فانا كنت بقدم الشخصيه بقول يا جماعه، احنا لازم علشان نفهم الدين مظبوط لازم يبقى نتخلص من كل الصراعات الداخليه اللي جوانا النفسيه علشان نفهم الدين صح، ما ناخدوش بالشكل اللي هو حسب المرض النفسي اللي جوه. هو انا ملاحظ ان حضرتك حتى بتحاول تبرز في اعمالك
الدور الديني مش دور دين. بص هقول لك حاجه، او رساله، لا بص رساله دينيه. هو الدين عباره عن ايه؟ رساله كيف تعيش، لا قانون كيف تعيش. ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الدين بيعمل إيه؟ بيحيي. بالظبط. هو الدين إيه؟ القوانين أو القواعد اللي بتخليك تعرف إزاي تتعامل مع الآخر فتعيش حياة مظبوطة. إحنا لو طبقنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هتلاقي إن إحنا عايشين جنة في الأرض. إنما إحنا علشان بنرفض أشياء أو بنرفض حاجات من الدين وناخد حاجات اللي على مزاجنا ونسيب حاجات اللي مش على مزاجنا، الدنيا بقت مش مظبوطة. زي ما بنقول العربية عشان تقدر تفضل ماشية وتفضل محافظ عليها لازم تعرف القانون بتاعها، لازم نتبع التعليمات. فالدين هو عبارة عن ازاي تعرف تعيش، ازاي تعرف تبقى بتفيد ما بتضرش، بس هو ده. فلو انت خدت الدين ده بالشكل بالامور دي هتلاقي مفيش مسألة ده متدين ولا ده مش متدين ولا معارف. لا 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 لا، الناس خلاص عرفت قانون ازاي بتطبقها. هو ليه في الغرب ربنا سبحانه وتعالى بيرفعهم عننا احنا؟ لان هم حطوا قانون بيتعاملوا مع بعضهم على هذا القانون، بيحترموا كل واحد فيهم، بيحترموا بعض. احنا ما بنحترمش بعض. هم ده الغرب كمان بيحترم الحيوان، مش بيحترم بعضهم بس. ربنا سبحانه وتعالى يعني شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يقيم الله سبحانه وتعالى دولة يعليها، يعني يقيمها ويعليها كده دولة ولو كانت كافرة، دولة عادلة ولو كانت كافرة. خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يعني الدولة ولو مسلمين ما فيهمش عدل ربنا سبحانه وتعالى بيخفضهم. بالظبط كده. فاحنا عايزين نعرف ازاي نعيش، نتعلم ازاي نعيش. فما تاخدش تقولي ان انا بقدم الفكر الديني، لا انا بتكلم على الشكل الانساني اللي احنا لو تعاملنا معاه بالمنظور اللي ربنا سبحانه وتعالى بقوانين الله سبحانه وتعالى اللي قالها لنا ازاي نعيشها هنعيش مظبوط. يعني طيب، يعني كل ادوار حضرتك الجايه، يعني انا لاحظت برضو فرق توقيت تقريبا الدور قريب شويه للمرافعه. لا بالعكس، ده هو كان رجل اعمال بتاع دعايه واعلان، لكن عنده برضو الولد والولدين الاثنين بيعاملهم بطريقه سبب لهم برضو شرخ نفسي. ما انا قصدي انا عايز اوصل لحضرتك ان حضرتك بتتكلم في حاجه بتوصل رساله ايا كانت الرساله، انت بتوصلها اجتماعيه انسانيه، بس انا بحس ان حضرتك بتوصل رساله دينيه اكبر جوه مضمون. انا اقول لك حاجه صغيره قوي. اتفضل. احنا لو بصينا كده لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في عليه افضل الصلاه والسلام في الاكل. لو انت عندك انت اب وعندك ولدين مثلا وفي فرخه، خلاص الفرخه دي فيها وركين وفيها صدرين وانتوا 4، تمام. فتيجي مثلا الام عارفه ان الولد الكبير بيحب الورك والزوج بيحب الورك مثلا، يعني فتروح هي موزعه على نفسها الصدر، والحته الثانيه الصدر الولد الثاني. الولد الثاني الصغير ده نفسه ياخد الورك، مش كده؟ طبعا. ليه؟ لانه شايف ان امه اشمعنى هو هي ليه بتفضله عني؟ ما انا نفسي في الورك. خلاص. فعشان كده قال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف عليه افضل الصلاه والسلام: يا غلام سمي الله. سمي الله بمعناها ايه؟ عقيده، انك مش عارف ان الاكل ده هيضرك ولا هيفيدك، فانت بتقول له يا رب انا وكلتك على الاكل ده لان ما اعرفش ان فيه سم ولا مش فيه سم، فانا وكلتك عليه على الامر، فانت النافع وانت الضار، فانت اكيد لو في ضرر انت هتبقى بما انك النافع هتشيل الضرر ده من عليك. فدي عقيده. يا غلام سمي الله وكل بيمينك، بروتوكول، وكل مما يليك اللي قدامك عشان ما تاخدش حاجه مش بتاعتك، لانك لو خدت مش من قصادك
يبقى انت ما رضيتش باللي ايه، باللي ربنا قسمه لك. باللي ربنا قسمه لك. لكن من السنه بقى تهادوا تحابوا. فمن الاكل انك انت لازم ايه، تعلم توزع. اولادك، لا تعلم اولادك، ده خد ورك وده خد صدر، ده ياكل ده من الورك بتاعه، ده ياكل ده من الصدر بتاعه، فيبقى ده كلب من الورك والصدر وده من الورك، يبقى مفيش حد ايه شال من حد، شال من وهنا حد. تحقق العدل. خلاص. انت لو انت بقى مش واخد بالك من السنه دي اللي هي في الاكل، الاولاد يطلعوا قابيل وهابيل. خلاص. يبقى اذا السنه او اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نعمله، لانه عارف تركيبه النفسيه للانسان، ايه اللي بيخليه يتعقد وياخد مفاهيم غلط، فيقول لك عالجها من هو صغير عشان خاطر ما تطلعش تبقى مشكلة. مش مشكلة. تبقى مشكله في المجتمع. تمام. وده اللي احنا عايشينه دلوقتي كمجتمع، كلنا بنبص لبعض، كلنا مش راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، لان احنا ما فيش حد بيدي للتاني، كل واحد بياخد لنفسه وبس. اذا المشكله النفسيه مخليه المجتمع كله بايظ للاسف. مش كده برضو؟ طيب لو احنا بقى مشينا على مفهوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا، القانون، هتلاقي ازاي انت انا بقولها لك في الاكل اهو بالظبط. يعني حاجه في الاكل، هو قانون ربنا حطه، لو مشينا عليه هنرتضي كلنا. هو القانون اللي حطه لانه عارف تركيبه الانسان، ايه اللي بيفيده وايه اللي بيضره. صح. فاهم؟ فلو تعرفنا احنا على الحته دي هنطلع مجتمع مظبوط سوي، مش مجتمع عنده امراض نفسيه كتير. بالظبط. احنا دلوقتي اغلبنا بينم على بعضه، بينم، بنغتاب، بناخد زور، بنغش وبنقول ان دي فهلوه ودي شطاره ودي ذكاء، احتكار، كل ده ضد ما ربنا سبحانه وتعالى عمله، ضد القانون اللي ربنا عمله. ايه عشان كده المجتمع بتاعنا بايظ. بالظبط. خلاص. بس فاحنا لما نيجي بقى كفنان تيجي تتكلم على الحته دي، مش تيجي مثلا تيجي تقول ايه، احنا دلوقتي في زمن الحوت لازم ياكل السمك الصغير، رحت انت عامل قاعده في الناس ايه، حاطط لهم في ذهنهم ايه، ان الكبير لازم ياكل الصغير. حلو قوي، يبقى انا لازم ابقى كبير وعلى حساب الاخرين. بالظبط. خلاص. يبقى انت بوظت مفاهيم في دماغ الناس، بس غير اللي مطلوب منك. تمام. بالعكس، انت المفروض لو انت قوي لازم انت تتعلم انك انت ازاي تبقى ضعيف، وانك تبقى العفو عند المقدره. ما هو ربنا برضو قايل في قانونه العفو عند المقدره. ربنا حاطط قانون كلنا نمشي عليه. بالظبط. لو اتبعناه هنعيش حياه كويسه وهنعيش في سلام. بالظبط. من غير بقى مساله التفكير ان ده دين او مش دين، ده حياه. طيب يعني للاسف شيء عشان احنا وقت حلقتنا قرب ينتهي. عايز اسال حضرتك علاقتك بالمخرج يوسف شاهين الله يرحمه. طبعا استاذي، وطبعا ايه انت قلت حاجه، يوسف شاهين ما اكتشفنيش، انا بدات من سنه 67 في برامج الاطفال، وكنت عامل 5 أفلام قبل ما اتعامل مع الاستاذ يوسف شاهين في اسكندريه. ليه كنت عامل قبليها ليله القبض، ابتدى افواه وارانب، كنت عامل علي بيه مظهر، كنت عامل حاجات كتيرة قوي كانت معلمة، يعني كانت ناجحة جدا في الوقت ده. وبناء عليه أستاذ يوسف شاهين ناس رشحوني له، فطلبني ورحت وتعاملت. فطبعا أنا بالنسبة لي أستاذ يوسف شاهين ده الأكاديمية. تمام. يعني مرحلة الجامعة اللي بعدها الإنسان يخرج يشتغل. يعني هو التمثيل الاكاديمي قوي عند يوسف شاهين. كانت بالنسبه لي في الاول عباره عن هوايه وبمارسها وبقضي وقت حلو وبتاع، لكن لما دخلت بقى مع يوسف شاهين ابتديت اتعلم ازاي الواحد يدرس الشخصيه ويعمل ايه ويفكر ازاي ويجيب لها ابعاد نفسيه ويجيب لها التاريخ بتاعها، ازاي البيئه اللي عاش فيها وازاي اثرت في الكلام بتاعه وازاي اثرت في تفكيره، يعني ايه دراسه الشخصيه من ابعادها كلها. فده كان بالنسبه لي مرحله الجامعه. يعني يوسف شاهين اثر فيك؟ طبعا اثر في اجيال لينا كلنا. ماشي. لا احنا بنتكلم شخصيا. طبعا علمني، لا كل واحد اتعلمت معاه.
بس خلينا نقول ان يوسف شاهين قيمه وقامه. بص انا لو ما كنتش اتعاملت مع ناس كتير ما كنتش هاخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده. زي بالظبط كده لو انا مسكت شيخ واحد بس وسمعت له مثلا وقفلت فكري عليه هبقى نسخه مصغره منه، نسخه رديئه منه يعني، فاهم؟ لكن لما اسمع لده واسمع لده واسمع لده واقرا هيبقى لي فكر مستقل ابعد. بس عمر ما كان الدين بعد واحد بالظبط. كل ما هتقرا كل ما هيبقى لك بعد اخر ابعد، كل ما هتفهم وتسمع كل ما هيبقى لك بعد ثالث ورابع. مش احنا عندنا 7D و9D وحاجات كده، لا عند ربنا سبحانه وتعالى كل مره بتفهم بعد ابعد من اللي انت فيه لما بتعمل جهد عشان تتعمل. فانا برضو كده اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي، يعني اللي اكتشفتني مدام انا عامل جريتلي في الاطفال، وبعدين اتعاملت مع كل الناس. اتعاملت مع احمد فؤاد قبل ما اتعامل مع استاذ يوسف شاهين مثلا، يعني اتعاملت مع استاذ بركات قبل ما اتعامل مع يوسف شاهين. يعني في مخرجين كل واحد منه اتعلمت ليه اسلوبه خدته منه. بالظبط كده. واتعلمت من النجوم كلهم اللي اتعاملت معاهم. يعني انا اشتغلت مع كل النجوم بتاع العصر الذهبي تقريبا، يعني مدام فاتن حمامه، استاذ محمود المليجي، استاذ فريد شوقي، استاذ يحيى شاهين، استاذ يوسف وهبي كمان، يعني كل اكيد. هو بس حضرتك من القلائل، من الناس القلائل او الممثلين القلائل اللي قالت ليوسف شاهين لا احنا مش هينفع نشتغل مع بعض. ما ده ما هو اتخرجت. لا ما هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. في فنانين كبيره لحد دلوقتي متواجدين كانوا يتمنوا ان هم يشتغلوا مع يوسف شاهين، وعايز اقول لك ان كان اي حاجه كان بيقول عليها كانوا بيعملوها. حضرتك من الناس القلائل، او خليني اقول لك من الناس اللي تتعدى على الصوابع اللي قالت ليوسف شاهين لا كفايه. لا خالص، بس كل واحد شايف نفسه يعني. يعني بالعكس هو قامه وانا يعني انا بالنسبه لي كانت فرصه ذهبيه ان انا اشتغلت مع الاستاذ يوسف شاهين. علمني وفهمت حاجات كتير، وبالنسبه لي هو استاذي. بس قلت له لا. قلت له لا ليه؟ ما هو يعني انا كنت طول عمري مثلا في اسكندريه ليه كنت انا حر. بمعنى ايه؟ انا اللي شايف الشخصيه وانا اللي بتعامل معاها وهو بيكتشفها. ما هم سموه كمان الفتى المدلل ليوسف شاهين. مدلل ده عشان انا الوحيد اللي عملت 4 أفلام ورا بعضهم يعني. ما هم عشان كده اطلقوا. لا وانا سمعت ان كان في معامله خاصه ليك كمان في التصوير. ما هو بص انا كنت بتعامل مع استاذ يوسف شاهين راس براس. بالظبط. يعني ايه؟ يعني مش معناه ان هو كان بيقودني بس، لا انا كنت بتناقش معاه. ليا فكري الخاص. هو احترم كده وهو احترم ده، وكان في تبادل حتى في الافكار. يعني انا كنا بنقعد دايما هو يديني. في ممثلين كبيره ما قدرتش ان هي تعمل كده مع يوسف شاهين. يعني ده فضل من الله سبحانه وتعالى ليا ان انا اداني عقل ان انا افكر. فانا كنت في اسكندريه ليه وحدوته مصريه انا اللي كنت بعمل، لان انا كنت بقلد شخصيته وهو مش هيقول لي انا بعمل كده. كان لازم انا اللي راقبه واعمل ميكس ما بيني وما بينه. يعني كنت لازم ما بقاش انا بقلده فقط لا غير. يعني انا قعدت اراقبه لما بيتأتأ امتى. هو ما بيتأتأش على طول، بيتأتأ لما بيحاول مثلا انه يوصل لك فكره معينه وحاسس انك انت مش فاهم، فيبتدي يحاول ان هو يبتدي يتأتأ عشان يفكر ازاي يوصل لك المعلومه. لما يخجل من شيء يتأتأ، لما يتضايق من شيء يتأتأ مثلا يعني. لكن لو اي ممثل تاني هياخدها انه بيتأتأ على طول. بالظبط. خلاص. بس انا قعدت اراقب امتى بيعمل كذا امتى بيعمل كذا. هو لما جه يتعامل معايا في اسكندريه ليه قال لي راقبني، انا مش هعرف اقول لك افيدك في حاجه. مشهد واحد بس اللي انا مش هقدر اقول للناس انك انت ممثل كويس او لا. مشهد هاملت هو ده اللي هيثبت للناس انك بتعرف تمثل او لا. بس هو الكلمه دي اللي خلاني انا ابقى اتحدى، وهو اكتشف فيا ان انا بحب التحدي، بحب ان انا اعمل الشيء الصعب، فابتدى يتعامل معايا على هذا الاساس. وبعدين شافني ان انا برقص وان انا ما اعرفش ايه، فابتدى يوظف الموهبه اللي عندي بتاعت الرقص. يعني ممثل متعدد المواهب. بالظبط كده.
ابتدى يستغل المواهب اللي عندي بالظبط، اللي انا جاي بيها، مش اللي هو عملها لي. انا فاهم يعني فاهم. انا عارف ان حضرتك عايز توصل لنا رساله ان يوسف شاهين مش هو اللي اكتشف حضرتك، لكن هو لا هو حضرتك لمع اوريدي كنت شغال. يعني هو اللي لمع محسن، ومع ذلك قلت له لا. ليه؟ لان انا جيت في مثلا انا قلت لك اسكندريه ليه وحدوته مصريه، انا حر. ما انا عايز اعرف السبب في القاطع. بونابرت حسيت اللي هو بقى ابتدى يبقى ايه، يبقى عاوز يوصل. هو كان بيحب التمثيل قوي، فهو عاوز يخليني ابقى بمثل زيه. بتقلده، عايزك تقلده. زي اللي اغلب الممثلين اللي اشتغلوا معاه كابطال خلوه بقى نسخه منه. فابتديت انا اتكتف في ودعني يا بونابرت. حسيت ان انا متكتف، مش حر. قلت له بس كفايه كده. لا، جينا بقى في اليوم السادس بلعب دور اوراداتي، فانا عايز العب دور اوراداتي. هو عاوز نعمل عكه يبقى زي بالظبط ناوي، فقلت له لا، انا شايف الاوراداتي بالطريقه دي. فابتدى يحصل بيننا وبين بعض خلاف في وجهات النظر. مش معنى كده ان انا رافض اللي هو عاوز يعمله، لا، بس حضرتك ليك دماغك وليك فكرك بالظبط كده، وهو ليه دماغه وليه فكره. فهنا بقى ما تقابلناش، نصطدم ببعض. وانا اساسا كنت خلاص اتخرجت من المعهد وبقيت مخرج، بقى ليه وجهه نظر بقيت حر اكتر. وهو له وجهه نظر، يعني مساله. فبقيت انا حاسس ان انا مش عايز اتكتف، لان انا شفت نفسي في ودعني يا بونابرت متكتف، وخصوصا ان انا كان عندي لغه كمان فرنسيه، فبقيت اللغه مكتفاني وهو مكتفني كمان. الاثنين مع بعض. فبقيت وحضرتك واخد في ادوارك انت تبقى حر. يعني هم كانوا مسمينك الولد الشقي. مش ولد الشقي، انا بحاول دايما اقرب الشخصيه للي موجوده في حياتنا بالظبط، ما يبقاش عشان الناس تصدقك بالظبط كده. فدايما بمزج الشخصيه باشياء من جوايا انا، وباللي انا بشوفه، باللي انا بعيشه، لان الاوراداتي ده انا كنت شايف اوراداتي قبل كده بيعملوا ايه واولادهم بيعملوا ايه. طب افهم من كده ان الخلاف بينك وبين يوسف شاهين فني بس. طب ما حضرتش الجنازه بتاعته ليه؟ لا، انا مش للعلم، انا قلت لك وقلت ده قبل كده، وعلى فكره انا اتضايقت خلاص من ان انا بكرر نفس الموضوع. تمام. ويا ريت يبقى ده اخر مره يتقال فيها الكلام ده. ان شاء الله انا اخر مره. حضرت جنازه عبد الله محمود صاحبي، وكان انتيمي، وكان عشرة عمر ما بيننا وبين بعض. لما حضرت الجنازه لقيت الناس بتتاجر بالموت، يعني الكاميرات موجوده بتخرجك من الحاله اللي انت عايز تقف فيها، تدعي لصاحبك وتدفنه بشكل محترم، وتقعد تفكر انك بعد شويه هتبقى في مكانه، وتبقى عندك كده احساس بالبتاع. يفضل يكلمك بقى ايه وانت تقول ايه وهو يقول ايه هتقول، يعني انت بقى المود تجاره، بقت مود تجاره. وانا رفضت المساله دي، فابتديت اقول لا، انا مش هروح، لا امشي في جنازات فنانين ولا همشي، لان كل اللي هيقابلني مش ندمان لو انك ما قلت ليوسف شاهين لا انت طب ما اعرفش عملت ايه انت الله، انا هفكر في الموت ولا هتقعدوا بقى تعملوا معايا لقاءات صحفيه انا تعلى عني بالظبط. يعني هي دي المساله. فانا عشان كده رفضت ان انا احضر، وده على فكره حرموني من ان انا اعمل اجر ان انا امشي ورا اصدقائي واخواني الفنانين في الجنازات. يعني ان شاء الله ده بقى، يعني ما حدش يسالك السؤال ده بعدين خلاص. نبقى احنا نبقى احنا اخر ناس ان شاء الله. طب للاسف شيء عشان احنا وقت حلقتنا خلاص. يعني في النهايه احنا سمعنا ان حضرتك غنيت قبل كده في حدوته حتتنا. يعني نسمع سمعت. لا انا ما بقولش خلاص. لا انا سمعتها. طلعها بقى انت من انا سمعتها. طلعها من الفيلم. لا ده انا عايز حضرتك. لا يا خلاص. لا يعني احنا نسيت الكلام ده الموضوع ده بقى له يعني من 30 سنه عشان جمهورنا. عشان جمهورنا يا حبيبي ربنا حته صغيره كده. لا ما ينفعش. مش خلاص بقى ده عشان من 30 سنه. من 30 سنه نسيت الكلام. طيب انا طبعا كنت سعيد جدا ان انا كنت موجود مع حضرتك النهارده،
وبجد فرصة سعيدة جدا، انا اتشرفت. يعني انا هيتكتب كده في تاريخي ان انا عملت مع حضرتك لقاء. كمان اسرة الراديو مبسوطة جدا ان حضرتك كنت موجود معانا النهاردة. وللاسف الشديد احنا وقت حلقتنا انتهى. يا خساره للاسف الشديد. عايز بس اودع جمهورنا كمان واقول لهم ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في نجم جديد في برنامج شادي والنجوم. كل أخبار النجوم وكواليس أعمالهم الفنية وآخر المهرجانات العالمية هنسمعهم في شادي والنجوم مع شادي محمد يوم الخميس من الساعة 6 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة.